وطبعا معروف انها بتساعد ناس كتير، تجيب ناس حقوقها. ربنا. جت في اخر فتره لقيتك شفت لك فيديو قلت يا جماعه انا ما اقعدش اساعد حد. حصل لي ليه؟ هقول لك انا مفيش قبل كده حد شتمني بوالدتي. كان في مشكله مع ناس كل شويه يكلموني انا في ايطاليا هتيجي امتى هتيجي امتى. كلمت الراجل بطون صاحب الشغل في رمضان بقول له ادي الناس حقوق، قام جاي شاتمني بامي ومعايا تسجيلات له. يعني بص شتمني شتيمه رهيبه. سكت عشان اعرف اخد حقي بالقانون. بس ما كانش ينفع اخد حقي الا لما الشاب اللي كان منصوب عليه يجي معايا يشتكي معايا في اسم الشغل. لقيته في الاخر ما جاليش ولا قابلني، وخدت ليله في فندق هنا وقعدت، وكنت جاي هلكان من ايطاليا عاوز اروح بيتي وقعدت ليله عشانه، وفي الاخر ما ردش يعني ما جاش. وكان في 5 6 المفروض يجوا برضه ما جوش. انا شفت تاني الفيديو. ما فيش غير واحد جه من الناس اللي كان منصوب عليه. فحسيت كده ان الناس عرفت بعد كده ان في ناس بعضهم خدوا بعض الفلوس عشان يسكتوا دلوقتي. طب وحق انا فين؟ فبعد كده قررت انا مش هقول لحد منصوب عليه لا، بس انا معلش انا الاول كنت بتصدق بنفسي. سامع الحاج سامح منصوب عليه بتصدق، بكلم انا البطون بالاصول وواحد اتنين تلاته بمشي بالاصول وعاداتنا وتقاليدنا، واشوف الراجل منين واكلم اهل بلد واكلم شيخ البلد واضيع وقتي واشحن دولي قسما بالله. وعمري ما طلبت من واحد في قعده حتى مليم، وبنقعد قعدات في المسجد هنا في كاتشومان وبكبر ناس كبيره جدا هنا في البلد دي، بس ناس مالهمش علاقه ولا بعمد ولا رؤساء. بس لما اجي في النهايه حضرتك منصوب عليك اظهر بفيديو، انا بقول لك انت عندك صفحه اطلع افضح الشخص اللي نصب عليك. انت خايف تطلع تفضحه ما تجيش تقول لي تعالى ساعدني. انا بعلمك النهارده تاخد حقك. انا النهارده مش عايش لك النهارده. كل واحد انا ممكن اموت بكره. خلاص علم نفسك تجيب حق. في شاب محترم جدا كان منصوب عليه 2 مغاربه كان متواصل معايا، طلع عمل فيديوهات عليهم خد حقه، فضحهم والمغربي قال له مش هسيبك واعمل واسوي فيك. قال له مش هسيب حق، انا مصري بس اموت على حق. لقيته كلمني بيقول لي جبت حقي. برافو جبت حقي. قلت له خليك راجل بس بلاش الفاظ. قلت له انت بتطلع في فيديوهات تشتم الفاظ كتير جدا، بلاش الفاظ. يعني احنا ناس محترمين. يعني انت شايف ده حل؟ طبعا حل. لا في حل تاني قانوني. بقول لكل شاب مصري في ايطاليا فرنسا في المانيا شغال مع اي حد عيب لما تبقى راجل كبير وتيجي تشتغل مع واحد اجي اقول لك هو منين، تقول لي ما اعرفش هو من انهي قريه ولا من انهي بلد. في ناس اشتغلت مع ناس شهرين وثلاثه اجي اقول له طب اللي نصب عليك ده من انهي قريه، يقول لي ما اعرفش بس هم الغربيه. طب انهي قريه؟ يقول لي تقريبا محل. طب اسمه ايه؟ يقول لي اسمه ابو يوسف، اسمه ابو ادم. طب اسمه ايه يا باشا؟ رقم العربيه فين؟ ما اعرفوش. طب الشنط اللي كنت شغالين فيه خارج باريس في انهي مدينه ده خدنا وكان ببيتنا وعلى الشغل لا. انت هتنزل مع اي حد شغل صور العربيه بتاعته، صور نفسك فيديو انت في الشغل، احتفظ برسائل، احتفظ بمكالمتك معاه، سجل مكالمتك بتاع الشغل مع حقك. لازم يكون معاك دلائل. اي واحد هنا منصوب عليه في الاسود يقدر يجيب حقه لو معاه ما يثبت من خلال مكتب البروضوم. المصريين بيخافوا يروحوا البروضوم، يقول لك عشان هنترحل. مكتب البروضوم ليست جهه ترحيل. الترحيل في فرنسا مش يلا رحلك. الترحيل في فرنسا هنا باجراءات محكمه، لازم تخش محكمه والمحكمه تحكم، تعمل استئناف. الاستئناف ممكن يتقبل، ممكن طعن، تقدم حاجات كتير جدا. انما فكرتنا اجي اخد حق اترحل بطل ممكن يرحلني، ده كله كلام اهبل والله ومش حقيقي تماما. هاتوا حقكم بنفسكم. واي واحد منصوب عليه هنا هتسيب حقك ارجع بلدك، انت ما انتش راجل. اي واحد يتنصب عليه في مليم لان انتوا بتتعبوا في فلوسكم، بتتعبوا في كل وقتكم اللي بتشتغلوا بيه ده جايين هنا عشان تجيبوا المليم بالحلال. فما تسمحوش لحد ينصب عليكم. تمام؟ ما تستناش حد يجيب لك حقك ولا حليم ولا غير حليم. انت هات حقك بنفسك. انت اطلع راجل ولا تقول لي بقى اهل قريتي يشوفوني ده جوز عمتي ده جوز خالتي ده قريبي. ما فيش هنا قريب ولا صاحب، هنا اسمها غربه. غربه يعني غريب يعني قربه. هات حقك بنفسك. شكرا. طولت عليك؟ لا شكرا. سالتني اسئله جاوبتك عليها صح. هل انا حفظتك حاجه؟ لا والله احنا متقابلين بظروفها كده ان طالع لقيتك واقف. حبيبي كل سنه وانت طيب. قول لهم بقى كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. واحلى حليب حبيب قلبي.